السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جوج ديال الحوادث بينوا لي مع من انا تنتعامل. الفيديو الاول اللي درت وشرحت فيه لبعض الناس اللي بغاو يفهموا علاش المغاربه تيهاجموا الجزائريين، ببساطه لان الجزائر عينها في الصحراء. وبعض الناس للاسف في التعليقات تيعتبروا ان الهضره ديالي وطريقه الهضره ديالي ضعف، يعني انني ما تنسبهمش وما تنشتمهمش نرد عليهم بنفس الطريقه. تيسبوه ما تيصحابوا انه ضعف. الحقيقه هذا ماشي ضعف، ولكن هي تربيه. يعني كاين اللي ما مربيش للاسف، وكاين اللي مربي ما يقدرش يسب يعني هكذا بشكل عام. ولهذا انه الهضره، طريقه الهضره، ولا نهضر بهدوء وهذا، وتنحاول نلقى الحلول اللي تجمع بيننا وبينكم. ما كيعنيش هذا انه حنا ضعاف وانه غادي تاخذوا شي حاجه ماشي هي ديالكم. في النهايه الا نتوما عينكم في الصحراء، الصحراء راها في المغرب ما عمرها غتمشي منها، وإلا عندكم شي حاجه اخرى غادي تلقاوها، يعني سواء مني انا ولا من مغربي اخر. هذا الشيء هذه هي الخلاصه هذه. والحدث الثاني وهو اليوم في ملعب نيلسون مانديلا، رابح متجر وهو اسطوره الكره الجزائريه صفر عليه الجمهور الجزائري. تخيلوا، رغم ان رابح متجر المنتخب الوطني الجزائري كان المدرب ديالو في واحد الفتره من الفترات وفشل معاه، ولكن تخيل شعب تيصفر على اسطوره. يعني بحال كتقول مثلا الارجنتين كتصفر على مارادونا، او فرنسا كتصفر على زيدان. مستحيل. علاش؟ لانهم تيقدروا الموهبه، تيقدروا الخدمات اللي دارها واحد بحال رابح متجر المنتخب الجزائري والكره الجزائريه، كيفاش نقلها من لعبه محليه الى لعبه عالميه. رابح متجر ما تنساوش انه اول واحد لعب نهائي دوري ابطال اوروبا مع بورتو، وماركا في هذاك النهائي، وربحت بورتو دوري ابطال اوروبا. ومع ذلك هذا الشيء ما شفعش ليه. وهنا اكتشفت انه العقليه اللي كنتعامل معها انا هي عقليه متحفزه، وهي عقليه مكبوته، يعني محتاجه انها تفرغ هذاك الشحنات اللي فيها وهذاك الزمت اللي فيها وهذاك الزيار اللي فيها في اي حاجه وفي اي شيء. اي واحد مخالف النظره ديالك، اي واحد تكلم بكلمه او لا تيظنوا هما انه راه العدو ديالهم، او لا ما نجحش حتى في وسط بلادهم، تيهاجموه بواحد الطريقه قاسيه، وما ما تيتصنتوش وما تيفهموش وما تيقدروش اشنو دار هذاك السيد، ولا اشنو كتقول نتايا كانسان كتهضر معاهم. في الاخر عرفت راسي لا فائده بصراحه الله، ليس هناك فائده من ان تكرار نفس الامر. انا غادي نستمر على الخط ديالي، غادي نغطي الاخبار سواء كانت جزائريه ولا مغربيه، غادي نهضر في اطار الرياضه. الا درتو شي حاجه غلطه راه غادي نقولها. كانت شي حاجه غلطه في المغرب في التنظيم في كره القدم راه غادي نتكلم عليها كما كنتكلم على اي شان، غير في اطار الرياضه. ولا يهمني انتقادكم ولا كلامكم ولا سبكم ولا شتمكم، لانه في النهايه عرفت انني مع من كنتعامل. نعيا ما نهضر، نعيا ما نحاول نقرب وجهات النظر، نعيا ما نحاول نصلح بين الناس ببساطه، ونقول بان المغاربه هما مخطئين والجزائريين مخطئين، وخصنا نحاولوا نجلسوا على الطاوله ونحلوا المشاكل بيناتنا. يا جزائريين، الى حليتوا المشكل ديال الصحراء مع المغرب راه حنا غادي نكونوا سمن على عسل. الا نتوما مازالين تتمولوا في الجماعه اللي كاينه في الجنوب بالسلاح وبالعتاد وبالاعلام وكتجيشوا كونتر المغاربه، عرفوا انكم ما غاديش تاخذوا حتى شي نتيجه، والمغاربه غيبقاو ضدكم الى الابد. هذه هي الحقيقه اللي ما غيقولها لكم حتى واحد، لا في الاعلام ديالكم ولا حتى في الاعلام ديالنا. شكرا لكم وبسلامه.